مرة ايه كان في مرة ايه شايل صبورة صغنونة والناس ماشية عليه والناس ماشية عليه والفرحة في عينيه. أمه نادت له قالت له يا قلبي تعالى الحقني شوف اللي جرالي. لا ده عايزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله. أول يوم النهاردة في رمضان، وإحنا كنا عند الحاج صلاح في الفيديو اللي بتصور ده، بس الصراحة ده مش فيديو أول يوم، هو أول يوم النهاردة. فوق عندي بابا بيعملوا نفس اللي أنا هقوله لكم دلوقتي ده، بس طبعا جنبي بقى طبيخ ورز، والله أعلم هيعملوا إيه لسه معرفش. فأنا حبيت الفيديو دوت، عملناه من أول شعبان كده، فحبيت أعيشكم معانا أجواء رمضان بالفيديو القديم ده، لأن هم هيعملوه النهاردة. فالنهاردة عشان الدنيا زحمة فوق، فليلى وعيلة العيلة كلها مجتمعين، فمش هعرف طبعا أصور لكم. ممكن نبقى نصور إن شاء الله الأكل بعد ما يخلص. أنا كنت بوريكم البصل والكوسة لا ده البصل ده كانت ضد نضفته وظبطته، وانا حطيت ميه على النار عشان خاطر احط اسلق الكرنبايه، وحطيت لها ملح. قعدت ادور بقى على الكمون كتير كتير، قلبت المطبخ عليه مش عارفه مش لاقيه. في الاخر بقى واحنا بنعمل الاكل انا ورانيا، لقينا الحاج صلاح دخل بيحب ايه يفرم طازه كده اول باول، فرم لنا كمون وفلفل وحطينا وكده، وهو كان بيساعدنا بصراحه. بيساعدنا في ايه بقى، عشان الخلاط بتاعه محدش بيعرف يشغله غيره، وهو بيخش يفرم لنا اي حاجة في الخلاط، مثلا الطماطم بقى والتوابل والكلام ده. فانا كنت بصراحة رايحة استقنيس كده واقعد اريح، ما اعملش حاجة خالص. هو كان بابا قال لنا هاتوا انتوا جايين من السوق 1 2 3 تعالوا ناكل ايه اكل حلوة مع بعضنا ونقضي يوم مع بعض. قلنا له ماشي تمام. رحنا طالعين بالحاجة ديت اللي هو الخضار يعني كده، رحت السوق وجبنا الحاجة وطلعنا. فبصراحة صعبوا عليا، لقيت كل واحدة ايديها كانت وجعاها شوية، ورانيا ابنها ابراهيم ربنا يبارك فيه ويخليه يا رب دايما كده عارفها كان عمال يزن ومش سايبها، وكل ما تيجي تتحرك يصوت ويجري وراها مش راضية يسيبها. وهي بصراحة رانيا هي اللي نافعة فوق بصراحة، هي اللي بتعمل كل حاجة، هي اللي بص احنا بصراحة يعني، مع ان انا بشوف الفيديو دوت هتتضايق، احنا بنقعد ونستقرنس هناك على حسها. بصراحة هي سخية جدا 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 ما شاء الله عليها، في الأكل حلوة وفي كل حاجة بتعملها جميلة. فقلت حرام بقى مش على طول كده اما أقوم اشوف انا ايه اللي اقدر اعمله واللي مش هقدر اعمله هستهبل عليهم واقول لهم لا انا مش هعمل بصراحه، يعني زي الحشو كده. قلت لهم والله ما انا حاشيه، وقعدوا هم حشوا فظبطت الكرنبايه وانا بقطعها كده، كنت مخليه ريتاج ماسكه التليفون وبوريها تقطعها ازاي، عشان الريتاج بصراحه ما عملهاش عملت الكرنب يعني، فبوريها تقطعها بدوران وتطلعها ازاي. هنا بقى كانت رانيا دخلت بتعمل ايه مش عارفه، انا كانت بتعمل قاعده تخترع هي كده، وتقول لها اكلكم حبه محشي حكايه. وقلت لها ده ايه اللي انت بتعملي ده، لقيتها بتفضي من الماسوره النخاع بتاع الماسوره، بس طلع حته محشي، حبه محشي، حته ايه حبه محشي تحفه 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 تحفه، معمريش كلت زيهم تاني والله بجد. امشوا على الطريقه اللي هي عملتها النهارده دي، او الاختراع يا كوتش اللي هي اخترعته ده، وهيعجبكم جدا جدا جدا. انا حتى خدت معايا البيت، بابا قال لي خدي شويه لمحمد، عارف ان هو بيحب المحشي، والعيال او باقي احسن يلا يا زين غني وحيد غعفة هوانا. هيا ارحلوا عند نيتي. مين اللي هيرحل؟ عيش يامي قراتك مجانين. كنت لا مدينة كل حبي واهتمامي. علي صوتك عشان نسمعك. أدو صوت دنيا بلاد منورة. بالنسبة له ده عايز عيب. يلا معايا. يلا يا دير. كان في مرة
اللي صغير كان في لساعات. مرة ايه كان في مرة ايه شايل مفروض راس غنودة والناس ماشية عليه والناس ماشية عليه والفرحة في عينيه. أمه نادت له قالت له يا قلبي تعالى الحقني شوف اللي جرالي قالوا له تعالى يا قلبي أمه قالت له حبيبي يا قلبي تعالى يا قلبي تعالى يا قلبي. أو بعدين ديت انت دي ما جاتش في الميه، لكن لو مسكت حته من اللي في الميه يعني حتة جت في المية بنعمل كده اهو. لا تكت اهي بس أهي برضه كده خفيفة. استوت. خلاص استوت. دي استوت. يبقى استوت. نقلبها الناحية التانية. انت هو عشان بتقلبي انا ازاي؟ هرفع كده اهو هقلبها في وشك. شفت يا بنت لما بيجوا يقلوا البتاع كده يروحوا عاملين الطاسه كده يعملوا كده. ايوه هعمل كده بس عشان ابنك ما يتلسعش. انا مسكت يلا بس يلا. استني كل واحد يمسك انت بايد وانا بايد. طب انا اقلبها ازاي كده يعني؟ يلا جحشه يا جحشه. زق كده من تحت. بس انا عايزاكي تنزلي يا جحشه. زق من تحت ايتها الغبيه. جحشه النار اللي على الفاضي ده حرام عليكم الغاز. يا خروشي رانيا سايب الغاز على وربنا الفاضي. انا اقول لبابا عيالك اللي خلصوا الغاز الشهر ده جابوه عادي. ايه بتبص في البصل ليه؟ ما بتشوف ما انت ليكي سنه بتقطعي في بصلتين. خنقتني البتاع اللي هي عاملاها دي. كان زمان خرطتهم. انا عايزه اعيط. ايه ده؟ هاديه يا وناديه. اوعى ايوه ودي خدها ونزل الترع. لسه ما نجيب بقيه البصل روحي. ليه اللي هي ساحت بقت سمنه. الصلاه على النبي. ايه ده كل ده انت حطيتي حطيت شويه زيت طبعا انت عارفه. ما انا بقول انت حطيتي تضحك عليا ماشي، ولا بحب الايه؟ وبعدين دي عين تحط عليها دي حطيها هنا. هات الزبط بس اصبري. ماشي الله معاك. عايزين ننقي تقول لهم تعالى طلع لي الملوخيه ده دي نكمل تقطيع البصل. وحبيت اسيب لكم هذا المقطع البسيط. احنا لما بنتلم مع بعضنا بنبقى كده بس بنهزق بعضنا بشتيمة هادية ونادية يعني مش قلة أدب ولا حاجة. الحمد لله يا رب يعني ربنا يجعله كده دايما يا رب. فسبتهم بقى هنا في الكواليس. دي تعتبر الكواليس بتاعتنا. انا ساعات بشغل كده. كنت قاعده انا وهدير قبل ما اشغل يعني واصور اللقطه دي. فهي عماله تغني وانا ارد عليها مش عارفه ايه جرحني مين اللي جرحك يا حبيبتي ما اعرفش ايه قتلني ما ان شاء الله اللي يتقتل اللي يتقتل ما اعرفش ايه وافضل اعلق عليها وهي ايه تتضايق فتغيظنا اكتر. المهم فدخلوا هم بقى اتلموا حوالين مننا لقونا بالمنظر ده. فكملنا بقى لقيت آية اتغاظت وقعدت تقول لنا كاني وماني قلت لها بقول لك ايه يلا يا هدير غني. قلت اغيظ اكتر بقى انا بحب اغيظ اللي بيتغاظ مش عارفه ليه. المهم خلينا في بقيه الفيديو. بتبقى ايام حلوه والله بنبقى مجتمعين وتبقى لما حلوه يعني. وبصوا بقى ايد على ايد تساعد. دخل الحاج صلاح قال فين القوطه اللي انا هعصرها لكم يعني وكده شغل الخلاط وظبطه. رحت انا في ثواني غسلتها له وهو واقف كده قطعت له شفشقه كده لحد ما ايه ما فرمناها. قال لي هاتي لي قرن فلفل قلت له الله عليك يا حاج بصراحه بيطلع منه شويه حاجات وساعات بيعمل لنا حته طاجن حكايه. فقطعتها له بقى وظبطتها له وفرمنا القوطه وركناها. رحت ماسكه الخضره نضفتها وشلت اي حاجه منها شوائب يعني حاجه صفرة بتاع وغسلتها غطستها طب في الميه زي ما انتوا شفتم كده عشان خاطر بتنزل الطينة اللي فيها والتراب. بعد كده سبتها تتصفى شوية بعدين هبتدي اقطع. ما بحبش اقطعها بعد كده اغسلها بتفقد غذائها يا جدعان. الخضرة الجرجير والخضرة والسبانخ واي خضروات بتتغسل الاول بعد كده تتقطع لاني اكتشفت ان بيقطعوا ناس يعني بيقطعوا الاول بعد كده يتغسل بتفقد كل غذائها. المهم هنا كانت رانيا بتفضي بقية الماسورة. حطت حتة تانية في البصلة مش عارفة وحتة تانية ركنتها في طبق مش عارفة هتعمل فيها ايه. قلت لها يلا بسرعة بقى حط الطماطم هي جاهزة. فضيت لها الحلة وهي خدت الشفشق اللي فاضل ورحت ايه قلبناها تقليبة ورحت اقطع بقى الخضرة. كانت صفت بكده بس السكينة هنا كانت تلمة وقرفتني صراحة وهي راحت مقطعة الفلفل منضفاه. يعني كل واحد فينا يعمل حاجة كده وهم برا لقيتهم مش عارفة هم برا كانوا بيعملوا ايه. عامة هطلع لهم انا دلوقتي بكوسة. قلت ايه هو الكوسة محدش فينا بياكلها خالص بصراحة وغير الحاج صلاح اللي بيحبها وانا ممكن اكل منها بس واحدة اتنين يعني كبير مثلا ما بكترش قوي زي بقية المحشي. فيا دوب مش عارفة كان كيلو ولا كيلو ونص يعني كترنا بقى في كل حاجة ما عدا الكوسة جبناها على قده بس عشان محدش فيهم بياكلها فوق.
بسرعة بقى ايه عملتها بالسكينة برضو بسكينة مشرشرة لان المقوار ايوه افتكرت بيعملوا ايه. كانوا بيقوروا البتنجان ان كنت جايبين بتنجان ابيض على البنفسجي ده تحفة. فكانوا بيقوروا بيهم بره فروحت انا عملت بالسكينة مشرشرة الكوسة نضفتها شرشرتها من الجنب وقطعتها بالراحة. فكنت بقى ايه بغسلهم بايد واحدة واصور بايد. مش عارفة رحت لقيت المطبقية بتاعة الحاج صراحة حطيت فيها التليفون. وبسرعة غسلت قلت الحق قربوا يخلصوا البتنجان بره بدل ما يدبسوني في تقوير الكوسة وانا ايديا بتوجعني وما بحبش اقور بصراحة اكذب. ما بكذبش. المهم بسرعة غسلتهم وغسلت على فكرة ده المفروض في ناس بترميه يعني بس ده بصوا بفتت فيه البذر بشيله منه خالص. لاني رانيا بتحب تعمل زي والدتي الله يرحمها كانت بتحب تغطي الفلفلاية بعد ما تحط لها حبة الرز. بس جيت بقى هما بيحشوا هي مسكت الكرنب وهما مسكوا ايه الفلفل فما حطوهوش يعني لا انت لسه هتتحلطي سريع وعب وخلاص. طلعت لهم بقى الكوسه بسرعه وبصراحه اتصدمت منهم. لقيتهم مبهدلين الصاله قلت لهم ايه اللي انتوا عاملينه دوت ومش تحطوا فرشه بهدلتهم شويه بصراحه اتضايقت واتغصت وهدي قالت انا قلت لها وفضلوا بقى قصاد بعضهم قلت خلاص بقى انا قومتهم على بعض. اخش اشوف اللي في المطبخ دي بتعمل ايه. طبعا هنا التسبيكة كانت خلاص قربت تستوي وانا عمالة اقول لها ايه حطي الخضرة كانت خلاص الزيت طلع على الوش. وتقولي اصبري شوية بصي كان في كيس تسبيكة فاخدته من الفريزر عند بابا حطيته بتقولي بالخضرة بتاعته بكل حاجة. قلت لها خلاص ايه خلي الخضرة على الرز عشان الرز بصراحة لما بنحط الخضرة عليه وبعد كده نحط التسبيكة بيبقى أحلى بحس إن الخضرة بتبقى بلونها زاهية وطعمها باين وكل حاجة بتبقى تحفة بصراحة. فقالت لي لا بقى أنا هحطها عليه لأن أنا هاخد شوية ومش عايزة إن أنا أخد من كل من هنا ومن هنا وألاقي الخضرة خلصت بسرعة والتسبيكة قعدت ولو عوزت إن أنا أحشي تاني ألاقي إيه مفيش خضرة وأبعت أجيب ولا نشوف حد من العيال يروح يشتري. على ايه انا هفضيها في الحلة وناخد منها حبة ولو زي التسبيكة هنشيلها له زي ما هي في الفريزر زي ما ايه طلعنا له الكيس ده هنشيلهوله. لو عليك بايه يعني كنت سبتيه بس ما رضيتش قالت لا احتياطي برضه عشان احنا ما شاء الله كنا ملمومين كلنا فعشان يقضي. فضينا بقى هنا الخضرة وقلبت تقليبة هي حطت ملح متهيألي البت دي بتحطي ملح بطريقة فظيعة فأنا بصراحة بحب أراقبها لأن ساعات بتملح الحاجة مش عارفة ليه مستقصدة صاحب البيت. ونرجع تاني للفيديو طبعا هما فصلوني خلوني فصلت التسجيل اصلي ده ما ينفعش ان انا انزله زي ما هو لازم امنتج لان احنا كنا عاملين مهرجان حتى الولاد ما شاء الله اللهم بارك بيخشوا معانا المطبخ بيبقوا فرحانين. لما ما بصورش ما حدش فيهم بيخش المطبخ بنعمل الاكل في رواقه وهدوء ولا كأني في اي حاجه سبحان الله. اما باجي بقى اصور ابص الاقي كل شويه حد داخل طالع من الكبار او كل شويه حد داخل طالع من الاولاد والصغيرين. قلت يلا زي بعضهم ايه بيحبوا يفرحوا. فطبعا اللي بيتكلموا اللي يخش يلزق واللي يخش يوريني دي واللي يخش اتكلم انا في الفيديو. فمش هجيب لكم طبعا الخلطبيطه بالصلصه اللي احنا بنعملها دي يعني. بس والله بيبقى يوم حلو ولذيذ أوي يعني لما بنتجمع مع بعض الحمد لله يا رب دايما يا رب نتجمع في الخير لأن كل ما بنتجمع ساعات بيتنكد على اللي خلفونا مش عارفة ليه الحمد لله. تعرفوش بقى بيبقى حسد ولا ايه بيشوفونا بقى داخلين متجمعين من هنا ومن هنا فربنا يرحمنا برحمته ويبعد عننا كل شر وكل سوء وكل مكروه وكل عين وحشة يا رب. فهنا بقى الحاج صلاح كان آخر حاجة بقى دخل يعملها فرم لنا الفلفل والكمون. فحطيت رشة بسيطة يعني لا مش أنا حطيته والله رانيا اللي حطيته. وحطينا رشة من الجنزبيل بس دي حطيناها من ورا هدير عشان هي بتحبش المحشي في الجنزبيل وما حسيتش بيه الحمد لله يا رب. هنا بقى بردت تحت الحنفية الكرنب وبرده في نفس الوقت بقول لارتاج تعلمي يعني وكده التقطيع لاني هي ما عملتش كرنب خالص بصراحة ما بيكون في كرنب او حاجة بعمله انا. مش عارفة انا ليه يعني يمكن بخاف ان هي تهريها او ما تعملش بس لا اشجع واحاول اخليها تعمل يعني.
فأنا قلت أساعدهم بقى وأقطع شوية طالما هما برا بينضفوا، لأن البتنجان كان كتير ما شاء الله، والفلفل والكوسة، لا الكوسة مكانتش كتير أو كانت قليلة. فبصراحة يعني هو اللي عملتهم قدامكم كده قدام الكاميرا الحبة دول، وسبت الباقي طلعت برا السلبطة عليهم، خدوا كملوهم، خدوا اعملوهم، لا احنا لسه عاملين، لا انت معرفش. قلت لهم لا انا واقفة من الصبح، انا المفروض اصور بس ما امسكش ما اعملش حاجة، انا تعبانة. افضلنا بقى نقر ونقير، وقعدنا ناكل بقى. انا كنت بقطع الحتتين الصغننين عشان اكل البتاع الصغنن ده، كان مسكر أوي وجميل. في الاخر مين بقى اللي عملهم؟ رانيا طبعا. قالت سيبوهم. فيعني بتصعب عليا والله العظيم، بس نصيبها بقى كده خلاص، هو لازم يبقى كل واحدة صوابعك مش زي بعضها، يبقى كل واحدة مختلفة. فقعدت بقى هي قطعت فيهم و... وتلفهم يعني وكده، ولقيتها ما شاء الله لفت حلة لوحديها وراحت داخلة في التانية. هما بقى قاموا يكملوا البتنجان والفلفل، بقت تاخد هي شوية رز جنبيها كده زي ما انتوا شايفين. طبعًا عملنا بقى كوفي ميكس بقى وضبّطنا، عشان ما تقوليش أنتم صايمين وكانت بتشرب في في الكاميرا، لأ، ده كنا في شعبان يا ناس ها. أخويا كريم حبيبي ربنا يبارك في صحته وعافيته يا رب، كان قاعد يهزر برضه ويتصل يقول لنا باقول لكم تعالوا هاعزمكم على يا رب ذكّرني كيلو حاجة من الفراخ كده، رجول فراخ يا ربي. هاعزمكم على كيلو رجول من الفراخ، كل واحد ياخد له رجل. قُلت له: "أنا ما باحبهاش يا عم، مش جاي، ما كنتش تجيب لي فرخة مش جاية." وفضلنا بقى نهزر وكده. وبصراحة قُلت حرام هيجيبوا لمين والّا مين، ده إحنا عيلة نمنم يابا. الصلاة على النبي، كبار بصغار وكلنا ما شاء الله كتير. بعد ما يغركوش برضه أكلة المحشي دي متكلفة يعني، الحاجات مش رخيصة جميلة. طب أقول لكم حاجة والله، لمّا بنعمل الفرخة ما بتطلّعش شوربة غير لمّا نحط الأجزاء، بتطلّع شوربة جميلة. الأجزاء بيبقى فيها مثلًا الرقبة، بيبقى فيها سمين كتير بالجناحات، الزلموكة بتبقى مطلّعة شوربة تقيلة وكتيرة جدًا، جدًا، جدًا ما شاء الله اللهم بارك، بتبقى أحسن من الفرخة لوحديها أو فرختين لوحديهم ما بيطلّعوش شوربة زيّها. أنا لو جِبت فرخة باضطر أحط عليها مرقاية مثلًا. طبعًا هنا كانت رانيا بقى حطِّت وضبّطت السر بقى جاي أهوّة في الطريق، كانت رانيا حطِّت وخلاص ده خد غلوة وده خد غلوة، النخاع اللي هي طلّعته وسابته ركناه في الطبق كده لوحده، هو ده بقى السر. هي حاطة منه في البصلة، بس والله كان طعمه تحفة، تحفة، تحفة في البصلة. هنا بقى حطِّت فتافيت كده على وش الحلة هنا وهنا، في الكرنب والفلفل والبتنجان والكوسة، ده في حلة وده في حلة. الباقي بقى كمّلناه حشو برضه، وسِبناه في حلة كده لوحديه، قُلنا لو الحاج صلاح هيسويه، لو عُزناه يعني هنسويه بالليل، لو إحنا ما قضيناش وعُزنا تاني هنقوم مسويينه قبل ما على ما يعني أكلة تانية يعني، أو قعدة تانية. فإن ما عُزناهوش خلاص هنسيبه له تاني يوم، كده كلنا بقى مروّحين، وقُلت لها خلاص خلّوه له تاني يوم هو يفضل قاعد بقى كده، لأ إزاي يعني، ياكل محشي طازة برضه، تسويه له هدير وتضبّطه وياكلوا محشي طازة. بس ما شاء الله الحلّتين دول قضّونا وكفاية يعني، وخدت كمان معايا البيت لبهاء ولمحمد عشان ما جوش، وكان الأكل تحفة. الحبّة اللي اتحطّوا على الوش عملوا ريحة جنان، وكان الطعم خطير جدًا، جدًا. كان نِفْسي تبقوا معانا، طبعًا بندلق كده زي ما والدتي بتعمل بالحلة كده ونفضّي ده على ده. بُصّوا البخار بقى والمحشي بالسخونية كان اليوم ده برد والجو بقى دفّانا، المحشي دفّانا من الجو ده، فكان تحفة. شايفين كل واحد يحط إيده شوية، حتى العيال كل واحد يحط إيده، فكان يوم جميل جدًا. يا رب يعجبكم. النهارده إن شاء الله هيبقى نفس اليوم دوّة، فاديني بانزّل لكم فيديو اليوم، اعتبروه النهارده بس هاصور لكم مشاهد قليلة النهارده أو الأكل بس، لإني كده خلاص أنا نزّلت لكم طريقة اللي هُم بيعملوا فيها فوق دلوقتي المحشي. ووصلنا للنهاية، واللي وصل لهنا ما ينساناش في الشير واللايك والسبسكرايب، وصلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، وابعد عنا كل شر وكل سوء وكل مكروه يا رب. الفيديو يعجبكم
وجربوا المحشي بالنخاع، والله كان تحفة، حكاية مش قادرة أقول لكم على طعمه، كان جميل جدا. حتى أنا قلت بعد كده هعتمد يعني بغيب كده وبعمل يعني بالماسورة، أجيب واحدة ماسورة كده وأعمل. فكده وصلنا لنهاية الفيديو، يلا بينا بقى